السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. بغيت نشارك معكم هاد الحرشه ديال الشعير كما شفتوا بجميع المراحل ادق التفاصيل وبسيطه سهله. كنتمنى توفقوا فيها. بسم الله. خديت واحد الكميه ديال البلبوله تقريبا نص كيلو من البلبوله متوسطه، ماشي رقيقه وماشي الغليظه. كنغسلتها بالماء المره الاولى مزيان، نحيدو من هذاك كيكون فيها بحال الشكل ديال الدقيق صغير ما هكا. المهم راكم عارفين، وتنقى الا كان فيها شي حاجه شي حبيبات كحلين ولا هذا كتغسل بالماء بارد وتعاود وتصفى. وكفيتها غطيتها يعني حتى تكفات بالماء طايب. الماء طايب طلق السبوله بحال اللي غنعمر اتاي. كنغطيها كما شفتوا وخليتها تبات حتى الصباح. هو في الصباح في الصباح كنضيف ليها 8 معلقه صغيره مقدار معلقه صغيره ديال الزعتر محكوك، نص معلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز مليحه على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، كاس ديال السميده ديال الصفراء ديال الحرشه، وربع كاس ديال زيت العود. من الاحسن يكون ديال زيت العود. الا ما متوفرش زيت العود نخدموا عادي بزيت النباتيه. في هذه المرحله اللي بغى يزيد قطعات هكا زيتون كحل مقطع حتى هي كيتواتى مع الزعتر وكتجي فنه، ولكن انا وليداتي ما كيبغيوهاش داكشي علاش ما استعملتوش. مباشره كندهن المقيله ديالي بالزيت، غير بالزيت، وكنرشها بالبلبوله الرقيقه. هنايا غنستعمل البلبوله الرقيقه. كنخوي الخليط ديالي في المقله بارده وكنقدها على شكل عادي، الحريشه العاديه كما كنخدموها دائما، وكنرش لها عاوتاني الوجيه ديالها بالبلبوله الرقيقه. صافي كنقدها كما كتشوفوا معايا وكنحطها كطيب. فاش كنحطها على البوطه النار ما كتكونش متوسطه، النار ما كتكونش قليله، كتكون متوسطه الى مرتفعه. صافي فاش كتنشف كنقلبها كما كتشوفوا. هادشي علاش قلت لكم النار تكون متوسطه الى مرتفعه باش حتى الجناب ديالها كيحمروا. وكنردها عاوتاني طيب ولا تحمر من الوجه ديالها. كناخذ واحد سريبيته ولا زويف ديال الكوزينه وكنبقى كندير هاد الحركه باش الوجه ديالها يجي متساوي وباش الحموره تجي موزعه على الوجه ديالها. دغيا كتوجد يعني كتبات مرقده، وفي الصباح كنوجدوها بحال ما هكا سخيخنا للفطور، زعما شي حاجه اللي زوينه بزاف. انا من العشاق ديالها وحتى وليداتي كيحماقوا عليها مع زيت العود في الصباح. يا سلام. كانت هذه هي النتيجه. ما كتفرتت ومحتمل الداخل ما جاتش معجنه. كاين اللي كيزيد معها الطحين، انا ما ننصحكمش تزيدوا معها الطحين. ما جاتش معجنه، جات الحبه هكا، جات الحبه على اختها. الحريشه ديال الشعير على حقها وطريقها منسمه بالزعتر، واحد النسمه وبنينه يعني ما شاء الله، جات زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها، وكنتمنى ايضا ما تبخلوش عليا من التعاليق ومن التشجيع، علاش لا. الله يجزيكم بخير. كانت هذه هي الوصفه ديالي وهذه هي طريقتي. كنقول لكم بالصحه والراحه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله وحفظه.